السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على حاجة مهمة جدا وهي الصردة في العنابر. ليه بتحصل معاك صردة؟ دي مشكلة يا جماعة بتواجه الكل في تربية الفراخ، سواء في العنابر سواء في التربية المنزلية. ما تحطش دايما، انت خلاص استقبلت كتاكيتك، فمش دايما تحط لي العيب على الكتكوت او تحط المشكلة في العلف. اشتغل على كتكوتك الاول صح وبعد كده نتكلم. تشتغل على كتكوتك صح ازاي؟ اشتغل على كتكوتي من بداية الدورة. بص يا جماعة، أول 36 ساعة مهمين جدا في عمر الدورة بتاعتك، أو مهمين أوي في عمر كتكوتك وفي تحديد مسار دورتك، وبالأخص أول 4 ل6 أيام. لو كتكوتك أكل فيهم كويس، شرب كويس، هيفضل ماشي معاك طول الدورة كويس. الموضوع ده ليه؟ لأن أنت معاك أول 36 ساعة اللي بتنشط فيهم ذاكرة الجوع في المخ. لو نشطت معاك ذاكرة الشبع في مخ الكتكوت، هيفضل طول الدورة متأخر معاك في سحب العلف وفي النمو. أهم حاجة شهية الكتكوت ديت معايا عشان تبدأ دورة صح. يبقى لازم عشان الكتكوت ننشط الشهية عنده، يبقى لازم الحصلة تكون ممتلئة أول 36 ساعة، تكون بنسبة 100% في قطيعك بالكامل. طب الموضوع ده أنشطه إزاي؟ اول حاجه يا سيدي، من بدايه الاستقبال، من قبل ما تستقبل ب 24 ساعه لازم تدفع عنبرك كويس. لازم الفرشه بتاعتك تتدفى كويس، توصل درجه حرارتها ل 28 درجه. ازاي توصلها ل 28 درجه؟ قلنا انك تولع قبل استلام كتاكيتك ب 28 ب 24 ساعه، يوم كامل، علشان الفرشه تاخد حراره العنبر. طب انا هعرف حراره الفرشه ازاي؟ قلت لك يا سيدي بطريقه بسيطه قوي. هتجيب الترمومتر بتاعك، تفحر له في الفرشه وتغطي عليه وتسيبه، وتبقى تبص عليه وانت تعرف حرارة الفرشة معاك كام. بعد 5 دقايق من تغطيته بتبان معاك درجة حرارة الفرشة بتاعتك. لو أقل من 28 زود التدفئة وظبط نفسك لحد الفرشة بتاعتك ما تاخد درجة الحرارة المطلوبة. دي البداية. كمان بعد كده قلنا هتحضن في مساحة من 35 ل50 كتكوت في المتر المربع. أقصى حاجة 50 كتكوت، أقل حاجة 35 كتكوت. تمام. بعد كده المرحلة اللي بعدها تكون محضر في عنبرك اطباق التحضير، طبق لكل 35 ل50 كتكوت، سقاية من لكل 35 كتكوت ل40 كتكوت. المساحات دي والنسب دي لو حافظت عليها ان شاء الله باذن الله تعالى مش هتشوف سردة في عنبرك، مش هتشوف تأخر في الوزن، مش هتشوف تفاوت في الأوزان، مش هتشوف تأخر في سحب العلف. دورتك إن شاء الله بإذن الله تعالى من 30 يوم ل 32 يوم هتكون بايع دورة سليمة. ليه يا جماعة؟ ببساطة كده وبسهولة، أنا عشان أبني عمارة لازم أعمل قواعد كويسة، لازم أسس تأسيس صح. إن ما عملتش قواعد وعمدان تستحمل معايا وتشيل معايا العمارة، يبقى العمارة مهددة طول الوقت. نفس الوضع في الكتكوت. لو ما أسستش كتكوت كويس، شهيته مفتوحة من أول يوم، بياكل كويس، مش هينمو معايا نمو كويس، وهيفضل معايا متأخر في سحب العلف طول الدورة، هيفضل متأخر معايا في الوزن. كل مرحلة عمرية هيحصل معايا تفاوت في الأوزان أكتر. كمان هيحصل معايا تفاوت كبير قوي بين الوزن والعمر، وأنا عاوز أفضل محافظ على الموضوع ده. يبقى لازم تعمل اللي قلنا عليه في التحضير. كمان درجة الحرارة بتاعتك ما تستقبلش على أعلى حاجة قوي 33 درجة، وأقل حاجة 31 درجة، وبالأخص القلب على 31 درجة، وما تبقاش أعلى من 32 درجة. لو عملت الحاجات دي وركزت فيها قوي، إن شاء الله بإذن الله تعالى الموضوع ده هيفرق معاك قوي في التربية. عاوز تطلع دورة ناجحة في وقت قليل، مخلصة واكلة العلفة بدري، كمان موفرة معاك في العلف بدون نافق او بنافق قليل او بنسبة النافق الطبيعية، يبقى لازم تحضن كويس وتستقبل كتاكيتك كويس جدا جدا. القصة مش علاج، القصة رعاية، والرعاية بتبتدي من اول لحظة، من اول لحظة اللي هي من قبل استلام الكتاكيت ب24 ساعة، اللي هي التدفئة المظبوطة. لو ان شاء الله حافظت على الموضوع ده هتفضل ماشي بالريتم المطلوب، وافضل كمان ان شاء الله طول الدورة معاك. كمان لو حافظت على الفرشة بتاعتك دافية او حرارتها مظبوطه من اول يوم، استحاله هيحصل فيها تجليف، واستحاله هتبوظ معاك، استحاله الرطوبه هتنزل معاك في العنبر او تعلى. هتفضل فرشتك حلوه، جوك كويس، الفرشه مش هينشف فيها الامونيا، هتفضل محافظ على دورتك كامله متكامله خاليه من اي اصابات. هتلاقي نفسك قللت الاصابه بالكوليستريديا، قللت الاصابه بالكوكسيديا او منعتها خالص.
كمان مش هتنشط معاك الميكوبلازما، يعني مفيش عطسة مفيش خنفرة طول ما انت محافظ على دورتك من أول يوم في الاستقبال، بالذات في مساحة التحضير، كمان في التهوية وفي الحرارة وفي الرطوبة بتاعت عنبرك. إن شاء الله بإذن الله تعالى هتبقى اكتسحت 99% من جميع المشاكل اللي بتقابلك على مدار الدورة. لأن للأسف الشديد في ناس بتحب تمشي بدماغها أول 20 يوم ويقول لك أصل أول 20 يوم ما فيهمش مشاكل وبعد ال20 أبقى بامشي مع دكتور، دي كارثة. لأن الكتكوت مش هيتأسس معاك كويس، لأن برضه أنت مربي، ما أنتش دكتور، ما أنتش مهندس، ما أنتش متخصص في العلاج. لازم حد يتابع لك دايما عن عنبرك، يتابع لك فراخك ويقول لك إحنا هنا محتاجين إيه، عايزين إيه. لو حفظت إن شاء الله واشتغلت بالفكر ده بالطريقة العلمية، أهم حاجة يا جماعة الشغل الصح هيفرق معاك قوي في دورتك. النهارده كده حلقة سريعة، كلمتين خفاف صراع. إن شاء الله بإذن الله في حلقة جديدة هن- هنتكلم عن حاجات اكتر. تابعونا، اعمل شير، اعمل لايك، لو في اي حد تعرف توصل له المعلومة تعمل له منشن. اي حد بيعرف تعرف ان هو بيربي، حاول توصل له الحلقة ديت عشان تفيده. زي ما بنقول فيد واستفيد. بكده اقدر اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على حاجة مهمة جدا وهي الصردة في العنابر. ليه بتحصل معاك صردة؟ دي مشكلة يا جماعة بتواجه الكل في تربية الفراخ، سواء في العنابر سواء في التربية المنزلية. ما تحطش دايما، انت خلاص استقبلت كتاكيتك، فمش دايما تحط لي العيب على الكتكوت او تحط المشكله في العالم. اشتغل على كتكوتك الاول صح، وبعد كده نتكلم. اشتغل على كتكوتك صح ازاي؟ اشتغل على كتكوتي من بدايه الدوره. بص يا جماعه، اول 36 ساعه مهم جدا في عمر الدوره بتاعتك.